العربية. اليوم مع حضراتكم من الشركة الألمانية بنقدم لكم وإدارة الأستاذ فريد عصر سورينتو موديل 2022 كاملة فل أوبشن، أعلى مواصفات، 7 كراسي، حاجة بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يبارك صاحب النصيب. العربية بالفعل تم التعاقد عليها، ربنا يبارك لصاحبها يا رب ويكفي خيرها يا رب ويرزقه خيرها ويكفي شرها يا رب. بسم الله ما شاء الله. نبدأ نبص يا جماعة مع بعض. العربية فيها اوتو بارك وفيها تحكم عن بعد. العربية بتشتغل بريموت، مفيش حد في العربية. نبدأ نشغل العربية كده عن بعد، ضغطة هنا وبعدين ضغطة طويلة على الزرار ده كده. العربية اشتغلت يا جماعة. نبدأ نحرك العربية بالريموت. نحاول نعمل لكم الزوم شوية. هذا الريموت زي ما حضراتكم شايفين، والعربية هذا السير بسم الله ما شاء الله. طبعا العربيه فيها سنسور امامي وسنسور خلفي. العربيه طول ما انت ضاغط على الريموت بتفضل ماشيه، ولو في اي حاجه جت قدامها العربيه اوتوماتيكلي لوحدها بتقف. هي بتستوب لوحدها لو العربيه حست باي خطر في اي اتجاه. شايفين العجل بيلف ازاي؟ العجل بيلف هنا وبدا يعدل نفسه تاني لما لقى ان في هنا كان العربيه دي، وبعدين وقفت بسبب الحاجز ده. يعني هو العجل العربيه شفتوا العربيه جايه يا جماعه، كانت جايه المفروض ان هي زي داخله في العربيه دي، والعجل عوج لوحده، جاب لوحده الزاويه كده زي ما حضراتكم شايفين ورجع. طب نيجي نرجع بالعربيه لورا، ضغطه طويله بنضغط، العجل عدل نفسه لوحده والعربيه بترجع تاني. ما شاء الله تبارك الرحمن. الابداع الكوري، الخواجه الكوري يا جماعه بيمس عليكم بسم الله ما شاء الله. هذا العربيه زي ما حضراتكم شايفين. نقف هنا بقى نبدا نتفرج. طبعا العربيه كان ليها فيديو وصور فحص قبل كده. صاحب العربيه كان طلب مننا ان احنا نركب له كنبه اصليه في العربيه، كنبه 7. العربيه كانت جايه 5 كراسي بسم الله ما شاء الله. العربيه كامله فل مواصفات، اعلى حاجه الصالون، الالوان اللون البيج. العربيه كاميرا 360 طبعا عشان الباب مفتوح باين زي ما قدام حضراتكم شايفين كده. الكاميرا 360. عربيه بانوراما كامله، اعلى مواصفات بتنزل بسم الله ما شاء الله. الصالون زي ما حضراتكم شايفين. العربية الازاز بتاعها بالكاين متفيم زي ما حضراتكم شايفين كده، تفييم 100%. نيجي نبص هنا كمان نلاقي الهيد اب ديسبلاي. عندنا الهيد اب ديسبلاي يا جماعه اللي حضراتكم شايفينه على الازاز، العلامه صفر دي 0 كيلومترات. طبعا لما بيكون في كاميرا في اي حاجه بتظهر برده في الهيد اب ديسبلاي. العربيه فيها كده بيلتن كاميرا هنا، الكاميرا البلاك بوكس، يعني البلاك بوكس بتاع العربيه موجود بيلتن في العربيه، وتقدر تفتحه من على الشاشه على طول وتشوف البلاك بوكس العربيه بتسجل ايه، سواء وهي ماشيه على الطريق او سواء وهي في الباركينج. وده شكله من بره. ده يا جماعه اسمه البيلتن كاميرا، اللي هو البلاك بوكس او الكاميرا اللي موجوده ثابته في العربيه بسم الله ما شاء الله. سورينتو العلامه، طبعا كلمه سورينتو بتظهر في العلامه في ال 22. هذا بسم الله ما شاء الله. الكنبه الخلفيه، الكراسي الخلفيه نفس درجه نفس اللون الكراسي الاصليه المصنع. طبعا الكنبه دي لانها راجعه لورا فقافله عليها، قافلينها مقفوله بيها. طلع لكم الكنبه دي قدام. نيمنا الكنبه خالص، يلا مش مشكله بسم الله ما شاء الله. والعربيه كمان معمول لها البطانه دي زي ما حضراتكم شايفين، توصل لصاحب النصيب يا رب بالسلامه ان شاء الله. هنا بالمجدع بتاع الراس بتاعها، بالحزام يمين وشمال، حاجه ما شاء الله تبارك الرحمن. ربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب، توصلوا على خير ان شاء الله. سورينتو 22 كامله فل مواصفات، اعلى اوبشن موجود في السوق. العربيه ما شاء الله تبارك الرحمن، توصل مصر لصاحب النصيب ان شاء الله بالسلامه. العربيه بامر الله تعالى تتحرك من عندنا من الارض، تتحرك من الارض من هنا بكره بامر الله عشان تطلع على اول رورو هيتحرك على مصر. تركب رورو 46 او 47 ان شاء الله. نتمنى انها تركب 46. اذن التصدير بتاعها متسلم، ورقها كله متسلم، والعربيه واقفه على الشحن على طول. صوت المحرك الهايبرد يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين ملوش صوت يعني. نفتح الكبوت برده ونبص عليه مع بعض بنظره سريعه. بسم الله ما شاء الله. ده شكل المحرك الهايبرد. على فكره يا جماعه المحرك الهايبرد محرك اداؤه فظيع، اداؤه مجرم. العربيه بتمشي في التكويله 1000 كيلو
المحرك بتاع الاداء بيدي العربيه قوه وعزم، غير المحرك التربو اقوى من محرك التربو. حاجه كده ما شاء الله وهم يعني. العربيه كده تتخيل ان العربيه شغاله وده صوت المحرك. بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب، يفتخر في شراء معانا حضراتكم بخير. معاكم خالد الشيخ، الشركه الالمانيه لاستيراد السيارات الكوريه، إدارة الأستاذ فريد عصر. وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.